بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الغاليين، أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في سلسلة فيديوهات صناعة الستيل استراكشر. وفيديو اليوم جاء على توصية من أحد الزملاء ودعانا فيها إن احنا نعمل فيديو بنتكلم فيه على أنماط التسخين الحراري أو مثلثات التسخين والمعادلات المستخدمة تمام في أعمال التني وأعمال الستيل، تمام، سواء كان بقى في القمر أو في البليتات أو بمعنى أصح أو بمفهوم أعم اللي هو في قطاعات الستيل استراكشر. زي ما احنا عارفين ان مثلثات التسخين تعتبر واحدة من العناصر التي لا غنى عنها في صناعة الستيل ستراكشر زي ما قلنا، وخاصة في اعمال الاستعدال والتنية لجميع قطاعات الستيل. ومثلثات التسخين بالذات تعتبر واحدة من أهم العناصر أو من أهم أدوات أو أنماط التسخين الحراري اللي مستخدمة. كنا اتكلمنا على أنماط التسخين الحراري في الفيديوهات اللي فاتت، وعرفنا إن إحنا عندنا السبوت هيت وعندنا اللاين هيت والبلوك هيت، والرابع اللي هو المثلثات التسخين أو بنقول عليها الفي هيت أو الهيد ويدج. زي ما احنا عارفين ان الاسم بتاعها مثلثات التسخين، يعني هي عبارة عن مثلث، وزي ما احنا عارفين ان المثلث بيبقى ليه راس وبيبقى ليه قاعدة. الراس بنسميها الابيكس، والقاعدة زي ما هي معروفة عندنا بنقول عليها القاعدة. طيب انا لما اجي اطبق مثلثات التسخين دي في صناعه الستيل ستراكشر، طبعا انا عندي مثلث، فعشان اطبقها تمام لازم اعرف موضع المثلث بالنسبه لعرض البيمه او لعرض البليته، والريفرنس بتاع موضع اللي هو المثلث هيكون معانا راس المثلث او الابيكس. واول معلومه لازم نعرفها او من ضمن الحاجات المهمه اللي لازم نعرفها وهو موضع المثلث بالنسبه لعرض البيمه. وركزوا بقى معايا في النقطه دي، بيبقى دايما وجود المثلث تمام او الابيكس بتاعه المثلث بتبقى موجوده على مسافه من تلت الى ربع الفلانشه اللي انا بستعدلها، ودي اهم نقطه. يبقى انا كده معروف عندي وانا بستعدل اول حاجه لما اجي احط المثلث موضوعه بالنسبه لعرض الكاميرا، يبقى بحط الابيكس او راس المثلث بتاعتي على بعد من تلت الى ربع عرض الفلانشه. طيب ايه الحاجه الثانيه اللي انا اخد بالي منها؟ قال لك والله الحاجه الثانيه اللي انت تاخد بالك منها اتجاه المثلث او اتجاه او موضع وجود قاعده المثلث. هحطها فين؟ قال لك والله انت هتحطها بناء على الشكل اللي انت عايز تعمله. يعني مثلا انت عايز تتني تمام، عندك كاميرا ستريت وعايز تضرف لها او تتنيها، يبقى المثلث او قاعده المثلث هتتحط في الاتجاه بتاع التني بتاعك، او بمعنى اصح في الاتجاه بتاع الطول اللي هو هيقصر. طيب انا لو عاوز استعدل، لو انت عايز تستعدل يبقى انت كده هتحط القاعده بتاعه المثلث عند الطول الكبير اللي انت عاوز تلمه، تمام كده؟ تمام. ودي النقطه اللي هي التانية. طيب الحاجة التالتة اللي أنا لازم آخد بالي منها في مثلث التسخين وهو عرض القاعدة. وعرض القاعدة ده بقى يا جماعة هيبقى ليه معانا وقفة إن شاء الله في الدقايق القادمة، وده بقى اللي أوصى بيه المهندس الفاضل اللي اتكلمنا عليه، إزاي أحدد عرض القاعدة بتاعة المثلث طبقا لكمية الاستعدال أو كمية التانية أو كمية الضرفلة اللي أنا عاوز أعملها. وهو ده محور حديث اليوم، وهيبقى ليه مجموعة من المعادلات الرياضية. يلا بينا نستعرضها مع بعض. قبل ما نستعرض المعادلات الرياضية المستخدمة في تحديد عرض أو قاعدة المثلث، تعالوا نعرف إزاي الأول إحنا بنعمل عملية التسخين. ودي قاعدة مهمة يا جماعة تمام، ولا غنى عنها في صناعة الستيل ستراكشر، والمفروض كل الصناعية وكل مهندسين الإنتاج يكونوا عارفينها في عملية الاستعدال. وهي أول حاجة لما أجي ببدأ أسخن ببدأ دايما من ناحية الأبيكس أو من ناحية الراس بتاعة المثلث. ببدأ بسخن النقطة بتاعة الراس دي تمام لحد ما اوصل لدرجة الحرارة. ودي بقى النقطة الرابعة اللي عايزين نتكلم عليها، هسخن لحد درجة حرارة كام؟ قال لك
والله درجه التسخين بتاعه الستيل بتوصل لحوالي 650 درجه. تمام كده، يبقى انا بجيب المثلث بتاعي تمام، وابدا عمليه التسخين من عند الراس لحد ما اجيب اللي هو ال 650 درجه. خلي بالكم بقى من الطريقه اللي جايه دي، وانا شغال بسخن ماسك التورش تمام كده، وباخد بقى ايه من اتجاه من المثلث لقاعده المثلث وانا نازل تمام كده، باخدها على شكل زجزاج بحيث ان انا ما تعداش المثلث اللي انا رسمه. طب عدد المثلثات كام ولا ابعادها كام؟ هقول لك برضه، احنا هنحددها في نهايه الفيديو ان شاء الله. يبقى انا لما اجي ببدا اسخن من عند الابيكس وبنزل واحده واحده. لما اجي انزل يا جماعه واسخن واوصل ل 650 درجه ما ينفعش ارجع تاني. تمام كده، يبقى انا شغال واحده واحده، وفي نفس الوقت ما ينفعش اعدي منطقه ما سخنتهاش. يبقى حاجتين مهمين، اول حاجه المنطقه اللي اسخنها ما ارجع لهاش تاني. تمام كده، والحاجه الثانيه ان انا وانا بسخن على قد ما اقدر اعمل اوفرلاب ما بين الخط والتاني. افضل انزل واسخن اوفرلاب زجزاج زجزاج، وكل ما نازل طبعا القاعده بتوسع تمام، لان انا بادئ من الراس لغايه ما اسخن لغايه ما انزل على القاعده. يبقى انا كده هو ده البروسيدير بتاع التسخين المتبع، ان انا ببدا من الراس لحد قاعده المثلث. طب بعمل ايه بعد كده؟ قال لك بقى تعال بقى ونشوف المثال اللي جاي ان شاء الله هنستعرض فيه بالتفصيل قيمه الاستعدال اللي انا عايز استعدله، او قيمه التانية، او قيمه الضرفله اللي انا عاوز اضرفلها. بتبقى طبقا لايه بقى؟ بتبقى طبقا لعرض الفلانشه، وطبقا للطول بتاع الفلانشه، وكمان بتبقى طبقا للي هو قاعده المثلث. وقاعده المثلث ده بقى هو القيمه اللي انا عاوز اطلع بيها عشان اتمم عمليه التسخين بتاعتي. يلا بينا نشوف ايه المثال القادم. لو جينا بصينا على المثال اللي واضح قدام حضراتكم على الشاشه، هتلاقوه عباره عن بليته. البليته دي ليها عرض اللي هو الدبليو، والبليته دي يا جماعه في اللي هو الاوريجينال بوزيشن بتاعها او في الوضع الستريت. طب البليته دي انا لو عايز اعمل فيها عمليه سويب او عاوز الفها، وعايز الفها بمقدار ايه بقى؟ بمقدار القيمه اللي هي الدي. طيب عايز تلفها بمقدار القيمه دي عنده طول كام؟ قال لك والله عند طول اللي هو ال. يبقى واضح قدام حضراتكم دلوقتي عندي 3 متغيرات. المتغير الاول اللي هو الدبليو عرض الفلانشه، والمتغير دي اللي هو قيمه السويب اللي انا عايز الف بيه الفلانشه، والال اللي هو الطول اللي هلف عنده الفلانشه او هقدر اعمل فيها سويب. وعندنا كمان متغير رابع، وده المهم والاهم في فيديو اليوم، وهو الاتش او عرض المثلث اللي كنا اتكلمنا عنه في الدقائق اللي فاتت، واللي انا عاوز احسب قيمته. والمتغير الخامس معانا وهو قيمه اليو او الابست ريكوايرد. والابست ده يا جماعه هو مقدار الانزعاج او مقدار الانفعال اللي هيحصل في الفلانشه نتيجه التاثير عليها بدرجه حراره معينه. طيب عشان اجيب قيمه اليو دي هتبقى عباره عن ايه؟ قال لك والله هنجيبها من معادله. المعادله بتاعها مهمه جدا، والمعادله دي بتقول ان اليو اللي انا عايز اجيبها بتساوي الدبليو في الدي على ال. طيب عشان اجيب قيمه الاتش قال لك والله قيمه الاتش ليها معادله تانية برضو تمام. الاتش بتساوي اليو على البلاستيك سترين ات ماكسيمم، واليو كنا جبناها من المعادله اللي فاتت. طيب البلاستيك سترين ده هجيبها منين؟ قال لك والله ده هتجيبها من الجدول بتاع الماتيريال اللي انت عاوز تسخن عليها تمام. وطبعا لكل ماتيريال ليها البلاستيك سترين بتاعتها. طبعا الماتيريال اللي عندي اللي هي الاستم 36 في ليها الجدول بتاعها الواضح قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشه. الجدول ده عباره عن خط افقي وخط راسي. الخط الافقي بيمثل درجه الحراره بالفهرنهايت اللي هو اللي تحت، والخط الافقي العلوي بيمثل برضو درجه الحراره بالدرجه المئويه، والخط الراسي اللي هو
قيمة اللي هو الاسترين اللي انا عايزها، وبيعبر عنه بالملي متر لكل ملي متر. طيب انا عايز اجيب دلوقتي قيمة اللي هو البلاستيك سترين بتاعتي. قال لك هتخش على الجدول، وعند درجة حرارة اللي هو الجانب العلوي اللي هو ال 650 درجة اللي احنا كنا اتفقنا عليها، واللي قلنا هنسخن عندها الماتيريال. ولو نزلت بخط رأسي تمام واقطع الخط اللي هو الفري ثيرمال اكسبانشن تمام كده، هيقطعها عند النقطة دي بتمثل قيمة الاسترين اللي احنا قلنا عليها بتساوي، او من خلال الجدول هنلاقيها بتساوي 92/10,000. يبقى احنا كده جبنا قيمة اللي هو الاسترين. هاخد القيمة بتاعة اليو اللي انا جبتها بالدبليو في الدي على ال تمام كده، واقسمها على البلاستيك سترين تمام، هيطلع لي قيمة الاتش بتاعتي. عشان تبقى الامور اكثر فهما، تعالوا مع بعض ان شاء الله ناخد المثال ناخد مثال معانا بيتكلم على المعادلات دي وبالارقام. لو جينا خدنا مثال معانا زي ما هو واضح قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشة، فلات بار مصنوع من الاستم او الستيل استم 36. الفلات بار ده طوله 20 قدم والعرض بتاعه 6 بوصة، وانا محتاج ان انا اعمل فيه سويب بمقدار نص بوصة عند طول اللي هو 20 بوصة. طيب عشان احسب الكلام ده قال لك والله الاول هتجيب قيمة اللي هو الابست عندنا هيبقى عبارة عن دي في الدبليو على ال الدي عندنا اللي هي قيمة السويب اللي انا عايزها اللي هي نص بوصة، هضربها في عرض الفلانشة اللي هي 6 بوصة، واقسمها على الطول اللي انا عاوز اعمل عنده السويب اللي هو 20. هضرب نص في 6 على 20 هيطلع لي حوالي 15% من البوصة. طيب لو انا عايز اجيب بقى قيمة الاتش اللي احنا بندور عليها، قال لك والله الاتش بتساوي الابست على السترين. طب الابست انا جبته من المعادله اللي اتكلمنا عنها اللي هي ال 15%. طب السترين ده هجيبه منين؟ قال لك والله هتروح على الجدول زي ما اتفقنا في الدقايق اللي فاتت، وتروح عند درجه حراره 650 وتنزل لحد ما تقطع اللي هو الخط وتمشي افقي، هتقدر تجيب قيمه السترين بتاعك اللي هو بتساوي 92/10,000. هاخد الاتش هاخد القيمه دي تمام، او من خلالها هقدر اجيب قيمه الاتش اللي هي بتساوي بقى الابست على السترين اللي هي 15% على السترين اللي هو 92/10,000. هيطلع قيمه الاتش معايا حوالي 16.3 من البوصه او 41.4 ملي متر. يبقى هو ده قيمه الاتش. بس خلي بالكم يا جماعه، طبعا انا عمري ما اقدر اعمل مثلث بعرض اللي هو 41 سنتي و4/10. لا، ده انا هاخد المثلثات دي، او بدل ما هعمل مثلث وطبعا مش هينفع اعمل مثلث، هعمل مجموعه من المثلثات دي المفروض تتوزع بانتظام على طول الفلانشه اللي عندي. فلنفرض ان انا هعمل مثلا 8 مثلثات، يبقى انا هاخد ال 414 اقسمها على 8، هيطلع عرض كل مثلث فيهم حوالي 50.8 ملي او 2 بوصة. فلما اجي اسخن يا جماعة تمام كده، ابدأ اسخن بالتدريج على المثلثات اللي انا علمتها على الفلانشة بتاعتي. طيب زي ما اتفقنا المثلثات دي هحطها فين او هتكون موجودة فين بالنسبة لعرض الفلانشة؟ قال لك والله زي ما اتفقنا في الدقايق اللي فاتت ان هي هتبقى الابكس بتاعها هيتحط على مسافة ربع من عرض الفلانشة، يعني هحطها على مسافة 4 بوصة زي ما هو واضح قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشة. طيب عملية التسخين هتتم ازاي؟ والله زي ما اتفقنا برضو في الدقايق اللي فاتت ان انا ببدأ من الابكس وبنزل مرورا بالمثلث ثم الوصول لقاعدة المثلث تمام كده عند درجة حرارة 650 درجة. ولو عايز اسرع
بيسرع من عملية التانية او عملية السويب اللي انا عاوز اعملها. يبقى بستخدم كومبريسد اير او هواء كمان عشان ازود من معدل التبريد وازود من معدل التاني. تمام كده. ودرجة الحرارة بتبقى او الفورسد اير ده او الكولينج ده بيوصل درجة الحرارة الى 315 درجة، وده بيسرع من عملية اللي هو التانية. الطريقة ده يا جماعة ممكن اقدر اعملها زي ما اتفقنا لفلات بار، وممكن اعملها لكل قطاعات الستيل ستراكشر اللي هتقابلني. عشان كده احنا بنقول دايما ان مثلثات التسخين هي اكتر طريقة فعالة من انماط التسخين اللي اتكلمنا عليها، وزي ما اتفقنا ان انا اقدر استعدل بيها او اقدر اتني بيها كل قطاعات الستيل ستراكشر. كده وصلنا لنهاية فيديو اليوم. اتمنى ان شاء الله ان الفيديو يكون نال اعجابكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديوهات القادمة. شكرا، سلام عليكم.